هي دي بقى طواجن المكرونة اللي باللحمة اللي كلنا بنحبها وبنموت فيها، لمّا نروح كده عند محلات الكشري كده بنحب ناكلها من كتر جمالها ومن كتر حلاوتها. هاعملها معاكم النهارده بطريقة سهلة جدًا وبسيطة، وهاقول لِك على كل أسرار محلات الكشري علشان الطواجن تطلع معاكِ ناجحة 100% وتطلع بالجمال والحلاوة دي كلها. بجد جميلة جدًا وتستاهل التجربة وسهلة جدًا وبسيطة، وفي كده تكات كده هاقول لِك عليها علشان تطلع معاكِ ناجحة وبالجمال ده كله. شوفوا قد إيه جميلة وقد إيه كده طالعة ناجحة معانا. تعالوا يلا بينا نقوم بتحضيرها. أول حاجة هنعملها هنعصج اللحمة. هنجيب طاسة على النار وهننزل فيها بشوية من الزيت أو السمنة أي مادة دهنية متوفرة عندكم، وهننزل بنص كيلو من اللحمة المفرومة، بس اللي انتوا شايفينها قدام حضراتكم دي كفتة مش لحمة، فأنا استخدمت الكفتة بدل اللحمة. طبعا انتوا لو مش متوفرة عندكم ممكن تستخدموا اللحمة. أنا كل مرة بعملها باللحمة بنفس الطريقة دي وبتطلع جميلة جدا. أو لو عندك فراخ أو سجق يعني أي حاجة ممكن تعمليها بيها. وبعد ما تشوحي كده اللحمة هتنزلي ببصلاية كبيرة كده متقطعة صغير بالشكل ده كده، وهتقعدي تشوحيهم كلهم كده مع بعض، وهتنزلي عليهم بفلفل أخضر وفلفل حراق، وهتشوحيهم برضه. طبعا الفلفل الحراق ده حسب الرغبة، وهتقعدوا تشوحوا فيهم كده لغاية لما البصلة كده تستوي معانا وتدبل وتبقى معاكوا بالشكل ده كده. وهننزل عليهم بحبتين من الطماطم المبشورين، وهنشوح كل المكونات كده مع بعض لغاية لما نحس كده ان الطماطم استوت معانا واتسبكت كده وكله اندمج مع بعضه. وهنضيف عليهم الملح والفلفل ونص معلقة من توابل اللحمة، وهنقلب المكونات كده مع بعض. وبكده اللحمة بقت جاهزة معانا. تعالوا بينا نعمل تاني خطوة وهي تحضير الصلصة. هنجيب حلة على النار وهنزل فيها بشوية من الزيت أو أي مادة دهنية انت بتستخدميها، وهنزل بمعلقة توم مفرومة، وهنشوح التوم كده لغاية كده لما نحس ان هو اصفر معانا. وبعد كده هنزل بربع كوباية من الخل، وهننزل بعصير الطماطم. طبعا دي طماطم فرمينها في الخلاط ومصفينها كويس، هنزل بيها بالشكل ده كده، وهنقلبها تقلبتين وهنسيبها على النار لغاية لما تتسبك معانا وتبقى بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده كده. وهننزل بالتوابل بتاعتنا معنا ملح وبابريكا وكمون وفلفل وكزبرة، وهنقلب التوابل مع الصلصة، وهننزل بتلات كوبايات كبار من المية وهنسيبهم لغاية لما يغلوا معانا، وهنضيف عليهم 3 مكعبات من المرقة وهنقلبها كده مع الصلصة. وبكده صلصة المكرونة بقت جاهزة معانا. تعالوا يلا بينا نقوم بتحضير الطواجن. وطبعا المكرونة اللي احنا نستخدمها مكرونة نية مش مسلوقة ولا أي حاجة، يعني مش عاملين فيها أي حاجة خالص. هنجيب الطواجن بتاعتنا وهننزل فيها كده باللحمة، وهنوزع كمية اللحمة كلها على الطواجن، وهننزل بالمكرونة زي ما أنا قلتلكم مكرونة مش مسلوقة. وأهم حاجة ما تكتروش مكرونة، يعني ما تملوش كده الطواجن مكرونة علشان لسه المكرونة بتضاعف حجمها بعد التسوية. وهننزل عليهم بالصلصة، بس أهم حاجة كده الصلصة تكون مغطية المكرونة بس حاجة بسيطة زي ما حضراتكم شايفين كده. وهنجيب معلقة وهنحرك المكرونة كده بالشكل ده كده علشان المكرونة بتنزل نسبة نشا فما تلزقش في بعضيها. وهنجيب ورق الألمونيوم وهنغطي بيه الطواجن كلها وهندخلها الفرن. وتعالوا بينا نتكلم بقى على التسوية المظبوطة. هنسخن الفرن قبلها بربع ساعة، وبعد كده هندخل الطواجن على الرف الوسطاني، وطبعا معانا النار شغالة من فوق ومن تحت. وفي نص التسوية هنطلع الطواجن من الفرن وهنقلبها كده تقليبة زي ما قلبناها الأول. هنقلب المكرونة كده من فوق من المعلقة، وبعد كده هنغطيها ونرجعها تاني لغاية لما تستوي معانا. وطبعا هنعرف المكرونة إذا استوت ولا لأ، هنكشف طاجن كده وهنشوف المكرونة لو مستوية هنطلعها، ولو لسه هنغطي الطاجن تاني وهنرجعها تاني لغاية لما المكرونة تستوي معانا. ودي شكل الطواجن بعد ما طلعناها من الفرن. بسم الله ما شاء الله عليها، مقولكوش بقى على الريحة ولا على الطعم، بسم الله ما شاء الله، بجد حاجة جميلة جدا وتستاهل التجربة وسهلة جدا وبسيطة. بس أهم خطوة في نجاح طواجن المكرونة إنك تطلعيها كده في نص التسوية وتقلبيها من فوق، طبعا علشان المكرونة بتنزل نسبة نشا فلازم في نص التسوية نقلبها. واوعي تنسي الخطوة دي علشان مهمة جدا، علشان لو مقلبناهاش هتلاقي المكرونة كده كتلة واحدة وهتلاقيها بيضة من جوه، يعني الصلصة مش هتوصل كده للمكرونة من جوه. ولما تيجي تاكليها كده كأنك بتاكلي مكرونة مسلوقة بس، يعني مش هتاخدي الطعم بتاع الصلصة ولا اللحمة ولا هيبقى ليها ريحة ولا أي حاجة. فدي خطوة مهمة، لازم تقلبي المكرونة في نص التسوية علشان تطلع معاكي ناجحة و100% ومظبوطة. وكمان أهم حاجة لازم تعمليها كده جنب الطواجن الدقة بتاعة الكشري، بتفرق قوي في طعم الطاجن كده لما تيجي تاكليه، بتخلي كده طعمه في حتة تانية خالص، وكمان بتخليكي كده كأنك بتاكلي كده في المطعم وأحسن كمان من كتر جماله ومن كتر حلاوته. فما تنسيش تعملي كده شوية دقة كده جنب الطاجن علشان تستمتعي وانتي بتاكلي من كتر جماله ومن كتر حلاوته. وبألف هنا ليكوا وعلى عيونكوا يا رب.
وأشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله، ولو حابين نجرب أي وصفة مع بعض اكتبولي في التعليقات وإن شاء الله هنجربها، ولو عجبتكم الطريقة متنسوش تشتركوا في القناة علشان تفاعلكم معانا بينجحنا وبيفرحنا وبيخلينا كده نستمر معاكم وبيدينا طاقة كده وحيوية إن احنا نكمل معاكم ونعمل فيديوهات أكتر، فمتنسوش تشتركوا في القناة وأشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويا رب يملى بيوتنا كلها خير وتتهنوا وتعيشوا بصحة وبسلام يا رب العالمين.